اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم. حبايب قلبي صبوحة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما، يا رب كده دايما اشوفكم في سعادة وفي هنا، ويكبر بخاطركم جميعا ويديمها عليكم كده نعمة الستر وراحة البال وكل حاجة طيبة عليكم يا رب، ربنا يرزقكم بيها. عايزاكم كده تطمنونا عليكم في الكومنتات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم الأوضة النهاردة حرفيا من العيد ما اتعملتش، وهنمسكها بقى النهاردة، هننضفها وهنكنسها وهنلمعها، هنلمع الخشب، يعني هنخلي كل ركن فيها. بصوا الخشب عامل ازاي ده، لان كان في كوباية لبن وقعت طرطشت كده على الدولاب، فكل ده هيتعمل وهننضفه. دي كده جولة سريعة قبل ما ابدأ معاكم اليوم وقبل ما ابدأ معاكم الروتين. شايفين المراية ملطخة ازاي؟ بقول لكم من العيد الأوضة دي ما اتعملتش، فيلا بقى كده قومي تشمري وتشجعي، ويلا لو في حاجة ناقصاكي بقى قومي تشجعي من خلال الفيديو بتاعي، لان انا بتشجع بيكم من خلال الكومنتات بتاعتكم او من خلال وجودكم معايا، وانتوا كمان عايزاكم تتشجعوا من الفيديو بتاعي. ولو في اي حاجه ناقصاكم من العيد وكسلانين عليها، عايزاكي بقى تتنشطي وتتشجعي وتقومي تتنشطي معايا. هحكي لكم دلوقتي ليه الاوضه فيها الكركبه دي كلها، وليه وصل بيها الحل كده. بس قبل ما نبدا بقى الفيديو ونتكلم وندردش مع بعض، عايزه كده الفيديو نبدا كده انا وانتوا ونكسب ثواب مع بعض بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وكمان نذكر الله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عايزين بقى نبدا الفيديو كده مع بعضينا ونحكي بقى واقول لكم الاوضه ليه وصل بيها لكده. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان الاوضه هنا متبهدله جدا جدا، وفعلا حرفيا مدياني طاقة سلبية طول الوقت، بس عشان أطفالي صغيرة فأنا مش عايزة أعمل فيها تجديدات وتغييرات دلوقتي. ولكن ادعوا لي كده دعوة حلوة من قلوبكم، ربنا يرزقني ويرزقكم ويرزقنا جميعا يا رب. عشان ناوية ان انا الفترة اللي جاية ممكن يعني ما اقدرش احدد امتى بالظبط، ولكن ان شاء الله يعني بالكتير قوي على دخلة رمضان الجاي كام شهر. احنا خلاص عدينا رمضان ده والعيد الصغير والعيد الكبير، الايام بتجري بسرعة. فادعوا لي في الكام شهر ده يكون ربنا رزقني او عملت جمعية صغيرة او اتصرفت، لان فعلا الشقة فيها حاجات كتير قوي لازم يحصل فيها تجديدات وتغييرات. فان شاء الله كده دعوة حلوة من قلبكم. فالأوضة هنا محتاجة تجديدات، يعني مش عايزة اقول لكم من الصفر، بس هي فعلا متبهدلة. كحيطان وكستار عايزة تتغير، وكدولاب عايز يتظبط، والسرير عايز زي ما احنا شايفين مكسور عايز يتعمل. يعني في حاجات كتير قوي محتاجة ان هي تتغير، وممكن ادهن حيطان، ندهن نغير لون الخشب، نغير ستارة سجادة. يعني عايزين نعمل شوية تجديدات حلوة كده، وتكون برضو طاقة ايجابية ليكم وانتوا بتتفرجوا، عشان لو في حاجة ناقصاكم انتوا كمان تتشجعوا وتعملوها. انما بقى بالنسبة للكركبة اللي هي الداخلية الحالية، اللي هي البطاطين والكبرتات والبهدلة اللي كانت في الأوضة، دي بهدلة يا جماعة، لأن الأوضة هنا فيها تكييف، وأنا ده التكييف الوحيد في الشقة كلها، فكلنا قاعدين هنا، أو بمعنى صح بننام هنا. اللي متابعني من أول القناة عارف إن أنا معايا 6 أولاد، فيهم أطفال صغيرة، فما بتتحملش الحر وما بيناموش خالص طول ما في حر. وانتوا عارفين الصيف جاي عامل ازاي، السنة دي حر جدا والجو مولع خالص، والأولاد ما بتعرفش تنام، فلازم ان هم يناموا مثلا في التكييف عشان يقدروا ان هم يروحوا في النوم. وكمان الكبار ما بيقدروش يتحملوا الحر، ولا احنا ككبار بنقدر نتحمل الحر، فغصب عننا يعني كلنا هنا بنفرش البطاطين على الارض علشان يبقى في طبقة كده حلوة تحت الجسم، متبقاش مننا للارض على طول، والاولاد ما تتضايقش. فالبطاطين بيناموا عليها، والكبرتات بنتغطى بيها، فجزء نايم على السرير وجزء نايم على الارض على الشمال وجزء نايم على الارض على اليمين. المهم ان احنا محتلين الاوضه عشان التكييف. وطبعا هتقولي لي ليه تكييف واحد يا سبوحه؟ شقتك فيها كذا اوضه او ريسبشن او صاله كبيره او كده، كان لازم لك تكييفات وكده. والله هي الدنيا بس تتظبط، وان شاء الله نحاول نجيب واحد تاني. هو انا عشان جايبه دبل قسط ولسه ما خلصتش القسط بتاعه، ولسه الموال طويل، فقلت ان شاء الله بعد ما نخلص قسطه نجيب واحد تاني للاولاد. ولما نخلص مثلا قسط نجيب، يعني ايه، واحده واحده، مفيش حاجه بتيجي مره واحده. فان شاء الله ربنا يرزقني كده ويرزقكم ويرزقنا جميعا، واحاول ان انا بعد ما اخلص قسط ده نجيب واحد كمان. تمام. فهنا
غصب عني ما عنديش الا واحد بس، عشان كده الاوضه متبهدله ومعظم قعدتنا فيها، وكمان كلنا بننام فيها، فعشان كده فيها بهدله حبه حلوين كده. فلميت كل حاجه زي ما انتم شايفين. انا كنت قبل ما ابدا معاكم الفيديو وريكم كده جوله الاوضه عامله ازاي، وكان الشباك مفتوح. نفضت بقى الشباك ونفضت الستاره ونفضت الحيطان، وبعدين قفلت الشباك وبدات معاكم الروتين، لان انا طبعا قافله الباب عشان التكييف، وما ينفعش ولا شباك ولا باب مفتوحين وكده الهوا هيخرج. ده اساسا جايب هوا بسيط جدا، لان انا اخر دور والجو حر جدا في التكييف مش محوق كمان. بس فكان لازم اقفل الشباك، فعشان كده ظبطت شويه حاجات قبل ما ابدا معاكم، وبعدين قفلت، وبعدين كملت بقى معاكم هنا ايه الروتين بعد ما قفلت الشباك. بعد كده نفضت السرير زي ما انتوا شفتوا، وغيرت الملايه، ولميت بقى كل الكبرتات والبطاطين. كنت نفضت، كنت قفلت اصلا معاكم الكاميرا، طلعت يعني هوتهم شويه كده عبال ما عملت شويه حاجات في المطبخ، وبعدين رجعت كملت معاكم طبقت البطاطين والكبرتات. وبدأت بقى هنا ان انا اشيل كل حاجة بقى في الارض، الحافظة والسجاد والمشايات، ورتبت كده المكان من حواليا، اي زبالة واي تراب بكنسه كده، وخليت الأوضة معايا زي الفل، لان هي حرفيا كانت مليانة تراب مليانة زبالة. الأوضة كان بجد طاقة سلبية، حاجة تخنق. كان لازم ان انا اشيلها، وكان لازم ان انا اغير الملاية، وكان لازم ان انا يعني اكنسها كده واروق عليها كده وانضفها وانفض السجاد. همسح بقى معاكم المراية لان هي كانت صعبة خالص. هنغسل الدولاب او هنمسحه، هو غسيل ومسح في نفس الوقت، هو المفروض يتلمع، بس انا كان الاولاد يعني كانوا بيشربوا لبن وكده، ففجأة كوباية وقعت نطورت بقى نقط نقط على الدولاب، وانا ما كنتش اعرف. لو قالوا لي في وقتها كان هيبقى سهل ان هو يتمسح، انما انا فجأة لقيت الدولاب منقط وشكله غريب، ولما سألت عرفت، فكان نشف عليه، وقلت خلاص وانا بعمل معاكم الروتين بقى ايه امسحه. المهم ان انا كنت حاولت ان انا المعه او امسحه ما اتمسحش، فجبت سبونش كده اللي هي زي بتاعه المواعين، بس واحده جديده كانت مركونه عندي جبتها، وبدات ان انا زي ما بتقولوا كده اغسله وما اغسلوش في نفس الوقت. يعني بليت السبونشه شويه خل وكلوروكس الوان، حاجات بسيطه، مش هنغسل اللي هو يبقى فيه رغاوي، لا غلط على الدولاب، بس سنه كده مع خل. وجبت معايا كمان فوطة بمية بخل، بس ما فيهاش اي مسحوق، يعني الاسبونشة فيها مسحوق، والفوطة مية بخل بس، وعصرها كويس قوي اللي هي تنشف معايا. فعملت بقى الدولاب، هنشوف دلوقتي مع بعض، ونشفت بالفوطة. فهنا بقى شلت الكومودينو، وحوالين الدولاب كنست، وحوالين السرير كنست، وتحت الشباك، ولميت كل الزبالة ولميتها معاكم زي ما احنا شايفين. اللي وصل بقى بالفيديو لحد هنا، عايزة اقول لكل اللي معايا يلا نكسب ثواب مع بعض، ونسبح سبحان الله والحمد لله والله اكبر، ونصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعايزة كمان اقول لاخواتي اللي لسه اول مرة يشوفوا القناة، فضلا منكم بقى يا اخواتي اماراتي عسلات، انتوا تشجعوني كده بوجودكم معايا وبالاشتراك الجميل بتاعكم كده عشان تشجعوني، واللي موجودين عندي ومتابعيني شكرا ليكم ولوجودكم معايا، وكلكم جميعا يا رب ربنا يديمكم في حياتي نعمة، اللهم امين. هنا انا كنت رجعت بقى المشايات مكانها، المشاية اللي تحت الشباك والمشاية اللي ورا السرير هنا، فرشت السجادة وفرشت الحافظة، وبوريكم هنا الشكل النهائي بعد ما خلصت الجزء ده. اوعوا تمشوا رايحين على فين، لسه مكملين مع بعض. هنا بصوا الستارة السرير الأرض كل حاجة هنا بقت زي الفل معايا. هنيجي بقى هنا على الركن ده بقى عشان نشوف الدولاب، شايفين بقى منقط ازاي، كل النقط اللي انتوا شايفينها دي دي اللي انا كنت بكلمكم عليها. فحاول بصوا زي ما بقول لكم كده، دي سبونش اهي، حاولت ان انا اعملها على قد ما اقدر، بس الحمد لله كنت خايفة ما تطلعش او الدهان يبوظ او يغير او كده، لكن لا الحمد لله. بعد ما غسلت الدولاب وبنشف معايا بفوطة بمية بخل، لا ما خلتش تجير وما خلتش اي حاجة، والبقعة البيضة دي راحت. هتشوفوا بقع هي من بعيد انتوا هتفتكروها بقع، بس هي مش بقع، هي نقر في الخشب نفسه. يعني انا عندي الخشب في نقر كده او مخبوط، فالنقط البيضة دي اللي احنا هنشوفها بعد ما نخلص دي بوظان في الخشب نفسه، لكن النقط اللي انا بتكلم عنها او الوساخة اللي كانت موجودة على الدولاب الحمد لله طلعت.
وطبعا اول ما شفنا الدولاب كان شكله بشع، نقط نقط، عبارة عن نقط بيضة، كل ده على قلب بعضه. ولكن الشكل النهائي هنشوف ان هو الى حد ما نضيف وبقى شكله احسن والطف، والنقط اللي كانت باينة دي النقر في الخشب. تمام. برضو انتوا لو عندكم حاجة زي كده ومحتاجة ان هي تتلمع، لمعوها بملمع الخشب. بس يعني نصيحة، ملمع الخشب ممكن نخليه مرة كل 10 ايام، حلو قوي، او مرة كل اسبوع في التنظيف الاسبوعي، لان كتره بيبقى غلط على الخشب وبيعمل زي تكتلات كده وحاجات على الخشب لو ما اتمسحش كمان كويس. يعني وانتوا بترشوا الملمع على اي خشب لازم تمسحه حلو قوي قوي، لان لو ما تمسحش حلو بيسيب زي كتل كده او تكتلات موجودة على الخشب، ومع مرور الوقت بيبوظ. فيكفي مرة واحدة بس في الاسبوع او كل 10 ايام. واحنا بقى بننفض او بنروق الترويق اليومي بتاعنا لو لقينا تراب، بس بفوطة. هو الفكرة ان احنا نمسح الترابة اللي بتبقى موجودة على الخشب. التلميع بقى اللي احنا بنحبه ده لما يبقى فيه اضاءة كده ونقول ده الله كده احنا محتاجين الحاجة تلمع، نخليها كده مرة كل اسبوع او 10 ايام، حفاظا بس على الخشب، او ان الحاجة تفضل معانا عمر اطول. فهنا بص انا بوريكم ان النقر دي اهي، دي نقر كده او حفر في الخشب نفسه، مش وساخة. لكن بصوا النقط اللي كنت بتكلم عليها والوساخة نطفت. تعالوا بقى هنا نيجي للركن برضو ده. هنا الشماعة لقيت فيها شنط هدوم، فيها حاجات مش عايزاها وحاجات عايزاها. وبرضو الباب بتاع الأوضة كان محتاج ان هو يتمسح من التراب او ان هو يتلمع. الحاجات اللي هي موجودة على الشماعة دي كتير قوي، و يعني مثلا حد قلع هدومه، فكلنا بلا استثناء كده لينا هدوم على الشماعة، انا وجوزي وولادي. فحاجة رخمة قوي بصراحة، والهدوم كترت فلمتهم ونزلتهم، وشنطة الخروج وشنط كده فيها هدوم مش عايزاها، فنزلت بقى كل الحاجات دي اللي على الشماعة، وشلت الحاجة حطيتها كده، وقلت بقى اقعد افرزها واشوف ايه اللي انا محتاجاه وايه اللي انا مش محتاجاه وايه اللي المفروض يتغسل. يعني اروق كده ورا الباب والشماعة، بحيث ان برضو الشكل والعين تبقى مستريحة، الكركبة ما بتبقاش حلوة بالمرة وبتدي طاقة سلبية. مسكت بقى لمعت كمان الشماعة هنا، ولمعت الباب. هنشيلها بقى خالص من مكانها كمان الشماعة عشان اكنس تحتيها ونلمع كده برضو، وبعدين نرجع الشماعة على نظافة. كان المفروض اعمل كده قبل ما افرش السجاد، بس ما خدتش بالي خالص غير في الاخر ان الشماعة متبهدلة. قلت لا لازم برضو ايه بالمرة بقى، مادام بننضف يبقى ننضف بالمرة. فشلت الشماعة زي ما احنا شايفين، عملت وراها وتحتيها، ومسكت برضو الشماعة لمعتها بالفوطة اللي فيها مية بخل، وظبطت الدنيا كده ولمعت ورجعت الشماعة على نظافة. بصوا بقى الركن هنا بتاع الشماعة من تحت برضو متبهدل. رخم قوي موضوع الخشب عامة، اللي بيبقى متفرغ فيه فراغات زي ما احنا شايفين كده، بيشيل تراب من جوه وبيبقى محتاج تنظيف حلو قوي عشان التراب بيخش جوه الحفر دي. انما اي خشبة بيبقى كده زي الدولاب حتة واحدة بيبقى احسن. اي حفر ما بتبقاش حلوة في الديكورات بتاعة الخشب دي، بتبقى رخمة قوي في التنظيف. فهنا بقى رجعنا تاني هنا على السرير، بشوف بقى ايه اللي انا عايزاه وايه اللي انا مش عايزاه وايه اللي محتاجاه وايه اللي انا مش محتاجاه. هنا ده كان الاسدال بتاعي، وده اسدال بنتي الصغيرة عندها 3 سنين ونص، ودي جلابية جوزي اللي كان مصلي بيها صلاة العيد. هو ما بيلبسش جلاليب خالص، ممكن يوم الجمعة لصلاة الجمعة ينزل يصلي بالجلابية، وممكن في العيد بس، يعني في الحاجتين دول بس بيلبس جلابية. فهو لما صلى بها العيد وجي حطها على الشماعة، انا من ساعتها ما شلتهاش. قلت خلاص دلوقتي برضو هشيلها معاكم، اغسلها كده مع الابيض وبعدين ابعتها تتكوي واحطها في الدولاب ايه نظيفة. وكل الكركبة بقى اللي مكانش ليها لازمة والهدوم والحاجات دي قلت بقى نشيل بقى الحاجات اللي انا محتاجاها. ده كان طقم نضيف خالص، كان محطوط في الشنطة ونسياه، فكنت يعني عند ماما وكان نظيف وفي الشنطة وكده، ونسيت ان انا اعلقه فحطيته بقى معاكم. هنا كل اللي اتحط بقى على الشماعة شنطة انا هنزل بيها المفروض بعد ما اخلص معاكم، يعني هوديها لمكان وبس. والاسدال هو اللي محطوط على الازدال اللي انا بصلي بيه، هو اللي محطوط على الشماعة وبس كده. الدنيا بقت معايا زي الفل، والأوضة بقت نظيفة، اتكنست، مسحنا الدولاب، غيرنا الملاية. طبعا ما مسحتش. انا عايزه اقول لكم ان انا من ساعه العيد، يعني تنظيفات العيد انا ما مسحتش.
عماله انضف الشقه حواليا كنس، يعني كنس ولم زباله وتلميع وتغيير ملايات وتنفيض وكل حاجه، وما مسحتش. ده ليه؟ لان انا في تنظيفات برضو عايزه اعملها في المطبخ وتصبينه حمام وكده، زي ما بيقولوا بقى كده روتين الرغاوي. وبعد كده نبتدي بقى رغاوي في الشقه بقى، ونمسح مسح عميق ورغاوي بقى، هتشوفوا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. اما نخلص بس شويه حاجات كده. فهنا بقى مسحت المرايه، وعايزه اقول لكم ده كان نهايه الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وشكرا ليكم والسلام عليكم.